وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، أن ينذر الإنسان، فالنذر لا يخرج إلا من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يرد من القدر شيئا ولكنه يستخرج من البخيل. فالبخيل هو الذي ينذر. فما إذا مثلا كان إنسان كريما يخرج، يتصدق، يذبح شاي ويتصدق على الفقراء، يطعم أهل بيته، وأعظم الصدقة لأهل بيته. ولكن إذا حصل لي كذا أذبح شاة، إذا حصل لي كذا أصوم كذا، فهذا البخيل الذي يفعل ذلك. ولكن إذا أنذر الإنسان فيجب عليه أن يحقق النذر كما تلفظ به تماما. إن قال أذبح لله، فهذا لا يجوز له أن يأكل منها لا هو ولا أهل بيته، وإنما تكون الفقراء والمساكين فقط، توزع جميعا على الفقراء والمساكين. لا يبدأ يتحايل: أريد أن أكل منها أو أطعم أهل بيتي. فذلك كما تلفظ بها تماما تكون مصرفها، والله تعالى أعلم وأعلم. Likey